زي النهاردة من 94 سنة رحلت علوية جميل اللي اسمها الحقيقي ايليا صباط خليل مجدلاني. ايوه اسمها ايليا صباط خليل مجدلاني، والله يبارك له بقى استاذ يوسف وهبة هو اللي اختار لها الاسم، اسم علوية جميل، لانه اغلب الناس وقتها اللي اتعاملوا معاها في البدايات ما كانوش يعرفوا ينطقوا اسمها، فعمنا يوسف وهبة اختصر الطريق على الكل وسماها علوية جميل. ولو رجعت بالذكريات دلوقتي للأفلام اللي علوية ظهرت فيها هتلاقيها كلها شر في شر، يا إما بتوقع ناس في بعض، أو بتحرم حبيب من حبيبته، أو بتقلب قطر معدي، أو تخطف طيارة، يا تفجر عمارة، أو المهم هي شريرة الأفلام. وكان اغلب المخرجين بيختاروها للادوار دي بسبب عينيها اللي كانت مرعبة لوحدها من غير اي حاجة، فعلا كنت تشوفها تخاف. علوية لما جت تحب شاء القدر انها تحب واحد شراني برضو، وهو مين؟ هو محمود المليجي. ولما اتجوزوا الناس توقعت انهم ممكن يذبحوا المعازيم في الفرح، ولما يخلفوا ياكلوا عيالهم او يعملوهم بسطرمة، لان محمود المليجي شرير وعلوية جميل شريرة. انه علوية في الواقع بعيد عن الشر، السيمة كانت طيبة جدا 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 زي محمود المليجي، وكانت بتحب اللي حواليها وياما ساعدت ناس ووقفت جنب ناس، ورغم كل الطيبة ديت كانت بتقلب وتتحول لما تحس ان في واحدة عايزة تقرب من محمود المليجي اللي فضلت على ذمته 40 سنة. وقتها الشر اللي كانت بتظهر بيه على الشاشة كان بيبقى ولا حاجة جنب الشر الحقيقي اللي كان بيطير من عينيها وممكن يحرق اللي قدامها، لدرجة ان في مرة واحدة قال لها الحقي ده محمود اتجوز عليكي واحدة، فنزلت جري الاستوديو لقيته قاعد مع واحدة ومن غير ما تسأل هي مين ضربته وضربتها كده على طول من غير ما تسأل هي مين. وكانت ليلة ما يعلم بيها الا ربنا، رغم انها طلعت في الاخر زميلته، بس الست معذورة لانها جربت قبل الواقعة دي بمرتين نفس الخبر وطلع بجد، واكتشفت انه اتجوز عليها، لكن طبعا بما انها كانت قوية اجبرت محمود المليجي على انه يطلق الاتنين ويعيش ليها هي وبس. ودي حكاية علوية جميل. اشوفكم في فيديو تاني، اعملوا لايك وشير وتابعوا القناة ما تنسوش. مع السلامة.